السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هننفذ مع بعض البلوفر بلوفر رقيق قوي وشكله بيبقى جميل في اللبس. انا كان عندي 150 جرام من اللون البيج، طبعا ما كفاش، يعني تقدري بقى باي بواقي عندك تنسقي الالوان وتكملي شغلك. انا عملت منه سطور الريبنج كلها، اخر البلوفر والايد والرقبة. تابعيني ان شاء الله في الفيديو وهتقدري تنفذيه بكل سهولة. متنسينيش في اللايك، ولو مشتركتيش في القناة اشتركي وفعلي الجرس. انا حبايبي عملت عدد من السلاسل. بصوا معايا، بصوا، يعني الناحية دي تبقى غرز عادية جدا حرف في كامل، والناحية التانية برضو حرف في كامل، وفيها مطة سهلة بقى جدا تدخل من الرقبة. يعني احنا بعد ما بنخلص الصدر، طب بنيجي على الجزء اللي من فوق دوت ونطلع نعمل رقبة بأسطر اللي هي الريبنج ديت اللي هي زي الاستك، فهتبقى سهلة معانا بقى وبسيطة وانتي بتدخليها في الراس. طيب انا عملت طلعوا معايا 70 عمود بلفة. جيت اقسم 70 على 4 ما اتقسمتش، فهضطر ازود عمودين كمان عشان يبقوا 72 اهو بالشكل ده، واروح اخده
طالعة من اول سلسلة، وبعدين حلقتين حلقتين، واحدة كمان الف كده واروح داخلة في الحلقتين اهو، واسحب هطلع من حلقة واحدة وبعدين حلقتين حلقتين. قلتلكوا اللي عايز يتعلمها بالراحة عاملة لها فيديو لوحدها، طريقة العمود بلفة بطريقة الفاونديشن. طيب انا كده يعتبر خلصت ال اول سطر معايا وهما 72. ال 72 لو قسمناهم على 4 هيطلعوا 18. يبقى هنقسمها ازاي؟ انا بقى عايزه اقفل، لان طبعا احنا هنشتغل بلوفر، فهمشي كده واجيب اول عمود معايا بالشكل ده وادخل في تالت سلسله اهي، واسحب الخيط عادي بغرزه منزلقه اهو بالشكل ده كده اهو. تمام، انا كده قفلت معاه ايه السطر. طيب ايه اللي هيحصل بقى؟ احنا الجزء اللي مفتوح معانا ده نبقى عايزين نقفله واحنا شغالين الرقبة ان شاء الله. طيب هنرتفع 1 2 سلسلتين ومش هنحسبهم عمود معانا. تمام، يعني هعمل جنبهم عمود اهو. طبعا انا بشتغل بإبرة 4.5 مناسبة لسمك الخيط اللي انا شغالة بيه. تمام، هشتغل كده كده. قلنا السلسلتين الاولين مش بنعتبرهم عمود، يبقى انا كده عملت اول عمود. هعمل 17 كمان عشان يبقوا 18، ودول هيبقوا بتوع عندي هنا 18 للظهر و18 للكتف اليمين و18 للكتف الشمال و18 للصدر من قدام. تمام، انا هعمل اول 18 وارجع لكم. انا حبايبي عملت 18 عمود بلفة. هاجي اخد سلسلة عشان دي هتبقى اول زاوية معانا، واكمل 18 التانيين. احنا كده عملنا 18 بتوع الايه الصدر اللهم صل على النبي. انا غلطت يا جماعه، معلش سوري. لو احنا هنعمل البلوفر بزراير، ال18 بتوع الصدر هيبقوا عباره عن ايه؟ هنقسمهم 9 و9. طب انا هعمل البلوفر كله كامل على بعضه، يبقى زي ما انا عملت كده هشتغل ال18 كلهم على بعضهم. ماشي. طيب دلوقتي هشتغل ال18 التانيين اللي هم بتوع الكتف، وبعد ما بعمل كل 18 باخد سلسلة. خلاص هعمل 18 عمود بلفة تاني، وبعد ما اخلصهم اعمل سلسلة وارجع لكم. انا حبايبي بصوا عايزه اوريكم الجزئيه دي مهمه قوي. بصوا اخر عمود اهو انا عملته. تمام. طيب انا عندي هنا كام زاويه اهو، حطيت فيهم الماركر 1 2 3، المفروض في زاويه رابعه، فهاخد سلسله واعمل ايه واقفل في ايه في اول راس عمود بمنزلقه. طيب لو حطينا كده ونحط كده عند السلسله الماركر اهو، بصوا معايا المفروض كده اهو الزاويتين على الزاويتين. طب انا كل مره هاجي ارتفع السلسلتين هيبقى باين يا اما في الظهر يا اما في لان دول بتوع الصدر الحردتين، هيبقى باين يا اما ده الوش يا اما الظهر هيبقى باين فيه. طب انا عايزه اتفادى المشكله دي، هعمل ايه؟ هحاول امشي بمنزلقه لحد ما اجي فين، لحد ما اجي هنا كده في الجنب، بحيث القفله تبقى معايا ماشيه تحت الدراع ما تبقاش باينه معايا. فهفضل همشي بمنزلقه كده اهو عشان ارتفع منين، عشان ارتفع من تحت من الجنب، بحيث ما يبقاش باين معايا قفله وفا ايه بشكلها مش لطيف في الشغل. تمام، ابص كده احطهم على بعض اشوف وصلت بالظبط ولا لا اهو اهو بالشكل ده تقريبا اهو. خلاص يبقى في المكان دوت انا هرتفع سلسلتين واعمل جنبهم عمود وافضل ماشيه، وكل ما اوصل لماركر هقف. الماركر ده قريب اهو بالشكل ده. انا عملت قبل كده
ولما كانت القفلة بالنسبة لي ورا في الظهر او من قدام بتبقى مش لطيفة خالص. فده حل بسيط بحيث تبقى القفلة بتاعتنا وبداية كل سطر جديد من الجنب بحيث ما تبانش معانا ان شاء الله. طيب انا شغالة اهو عميد بلفة بالشكل ده اهو. وصلت لحد فين؟ خلاص السلسلة. هشيل الماركر، اول ماركر معانا هعمل مكان السلسلة ايه؟ هدخل واعمل عمود سلسلة عمود، تبقى اول زاوية معانا اهي. طبعا هتبقى باينة في الشغل مش محتاجة ماركر بقى. وامشي اعمدة عادي اهو، اعمدة بالشكل ده لحد ما اوصل هنا واعمل عمود سلسلة عمود، واشتغل عادي في اول عمود مسيبهوش، واشتغل عادي عواميد بلفة كده، واجي هنا مكان الماركر عمود سلسلة عمود، واشتغل اعمدة، واجي هنا مكان الماركر واعمل عمود سلسلة عمود لحد ما اوصل عند القفلة بتاعتي وهرجع لكم. انا حبايبي خلصت السطر. طبعا دول سلسلتين الارتفاع اهو. هاجي على اول غرزة معايا وايه وهقفل بمنزلقة. تمام. هرتفع السلسلتين تاني. بصوا معايا كده كده، احنا لو حطينا كل زاوية على التانية اهو اهو. بصوا اهي الزوايا اهي، مكان القفلة فين؟ بصوا في الجنب. طيب انا بعد ما ارتفع سلسلتين هعمل عمود وافضل شغالة كده فوق كل عمود عمود، حتى العمود اللي احنا عملناه بتاع الزاوية هنشتغل عليه برضو. نيجي على السلسلة اللي في النص ونعمل عليها عمود سلسلة عمود ونكمل شغل عادي. ونيجي عند الزاوية نعمل في السلسلة عمود سلسلة عمود، وتشتغلي عادي لحد ما توصلي لطول الحردة بتاعتك. انا بعمل مقاس سنة او سنة ونص. هوصل لطول الحردة بتاعتي وارجع اقول لك كام. واي مقاس انت عايزاه بيبقى فيه جدول مكتوب فيه مقاس الحردات، تشتغلي لحد فين واقول لك ازاي تقيسيها بالمزورة. انا وصلت حبايبي للطول المناسب لحردة الصدر. هقيسها معاكم. عملت 11 سطر. هنيجي كده اهو، نقف هنا كده من عند بداية الزاوية اهو، ونقيس كده 13 ماشي. وفتحة الدراع 11. تمام. هو يلبس لحد سنتين كمان. طيب المفروض ان انا هقطع الخيط ليه بقى؟ لان مش هينفع اشتغل ومكان القفلة هنا، لان انا خلاص انا السطر ده انا هبدأ اشبك وايه، ومش هينفع ابدأ من هنا. فاروح قص الخيط، اخد سلسلة تثبيت واقص الخيط. هنبدأ نسحب الخيط من العمود اللي قبل الزاوية، مش العمود بتاع الزاوية اللي قبله. تمام. هنسحب الخيط بالشكل ده كده، ونرتفع سلسلتين اللي هما الارتفاع، ونعمل جنبهم ايه عمود، وناخد الجزء معانا ده واحنا شغالين، وادي عمود كمان. طيب جينا هنا عند الزاوية هندخل نعمل فيها عمود بلفة، وبعدين سلسلتين، وبعدين نروح فين؟ نروح نجيب الزاوية التانية اهو، ندخل فيها ونعمل اهو عمود بلفة بالشكل ده كده. تمام. ونكمل شغل عادي فوق كل عمود عمود. خلاص احنا مش هنشتغل بقى الجزء ده بتاع الاكمام ده اهو. بس انا اوريكم الشكل. انا اخدت هنا ليه سلسلتين عشان نوسع بيهم البلوفر من تحت. خلاص هكمل اعمدة كده لحد ما اوصل للزاوية التانية وارجع لكم. انا وصلت عند الزاوية التانية، هدخل واعمل فيها عمود بلفة عادي، وبعدين اخد سلسلتين والف لفة واجيب الزاوية التانية اهي،
احطهم كده قدام بعض والف لفة على الابرة وادخل هنا وفي الزاوية التانية واعمل عمود بلفة عادي اهو. تمام، اطلع الكم بتاعي وارجع اكمل شغل عادي لحد سلاسل الارتفاع اللي احنا بنشغلها اهو كده. هشتغل عادي لحد ما اقفل السطر هنا ونرجع نشوف هنكمل ازاي مع بعض. انا خلصت السطر وارتفعت سلسلتين، هعمل جنبهم عمود واكمل كده لحد ما اوصل للسلسلتين اللي كنت باخدهم وانا ايه بقفل اهو. انا وصلت لهم، هعمل فوق كل هدخل كده في السلسلة دي واعمل عمود بلفة. بس لما نيجي ندخل ايه في الحلقة اللي قدامك عشان خاطر تبقي في نصها بالظبط اهو. وعمود تاني عشان احنا واخدين كام، واخدين سلسلتين بحيث ان البلوفر يوسع معانا شوية اهو. واكمل شغل عادي اعمده بلفة. بصوا اهو تمام اهو. هكمل شغل عادي كده داير ما يدور لحد ما اوصل للجزء التاني. هاجي عند السلسلتين هعمل ايه برضو، هعمل عمودين فيهم خلاص. اكمل شغل وتفضلي بقى ماشية اسطر رايح جاي كده داير ما يدور لحد ما توصلي لطول البلوفر اللي انت عايزاه. واخر جزء اللي هو القمر هرجع عشان نعمله سوا مع بعض. انا حبايبي وصلت للطول المناسب لان البيبي قدامي معايا، فلقيت كده حلو قوي. يا دوبك هعمل كام سطر قمر. طبعا انت حابه تطولي بحيث يبقى كبير يعني يقعد معاه فتره براحتك الطول اللي انت عايزاه. لو قست كده الطول بتاعي انا من الاول لحد الاخر هنلاقيه 22 سنتي بالظبط. تمام. طيب هنبدأ نعمل مع بعض سطور الريبنج بقى اللي هي ايه، اللي بتدي المطة اللي من تحت دي. هنرتفع عادي سلسلتين زي ما بنرتفعهم سلسلتين الارتفاع اللي احنا قلنا اهو. واحد، ممكن نخليها واحد بس عشان احنا نعمل السطور دلوقتي. فهناخد ايه، هناخد سلسلتين الارتفاع مع اول عمود اهو كده، نعملهم عمود امامي، نطلع من حلقتين في حلقتين. اللي بعدها عمود خلفي، بلف لفه على الابره بصوا وارجع لورا كده اهو. اجيب العمود هو اللي يبقى الابره عليه اهو، واسحب من ورا الخيط. بيبقى معايا 3 حلقات عادي. بعمل عمود بلفه، ده اسمه عمود خلفي. الامامي بلف لفه وانزل اخلي العمود هو اللي على الابره واسحب الخيط واعمل عمود بلفه. الخلفي زي ما اتفقنا بلف كده واخلي الابره هي على العمود اهو. امامي واحد، امامي واحد خلفي، واحد امامي واحد خلفي. اخدنا سلاسل الارتفاع معانا واحنا بنعمل اول عمود ما تنسيش اهو. هنكمل السطر بالشكل ده. ارجع لكم بقى السطر الجاي وبعد كده تمشوا عليه تكرار، مفيش اي حاجه جديده. انا حبايبي خلصت السطر. هاجي فين بقى، في اول عمود بلفه امامي كده وادخل واقفل بمنزلقه. تمام. ارتفع سلسله واحده زي ما اتفقنا او سلسلتين مفيش مشكله. هنعمل ايه بقى، فوق كل عمود امامي هنعمل فوقيه امامي اهو، وفوق كل عمود خلفي هنعمل عليه خلفي. يبقى هنمشي كده بالترتيب، ده امامي نعمل عليه امامي. طيب اللي بعده خلفي من ورا نعمل عليه بريد خلفي او عمود خلفي اهو اهو بالشكل ده، امامي خلفي اهو. تمام. هتفضلي مشغله كده سطور لحد ما توصلي لطول القمر اللي انت عايزاه. على الامامي امامي وعلى الخلفي خلفي، وتخلصي السطر وتقفلي في اول واحد امامي
في الغرزة بتاعته وترتفعي سلسلة وتكرري لحد ما توصلي للطول بتاعك. انا هوصل للطول المناسب بالنسبة لي ونرجع مع بعض عشان نعمل الكمام. واستنوني عشان هنعمل شكل دبدوب جميل جدا هنا في البلوفر. هخلص الكاميرا وارجع لكم. انا حبيبي وصلت خلاص الطول المناسب. انا كملت الجزء ده بباتك جنجان نفس درجات يعني زيتي في كافيه. انا كده هعمل الدبدوب بزيتي في النص فهيبقى كويس قوي. هنبدأ نعمل الكم بقى. الكم بنجيبه ازاي؟ بصوا من على وش الشغل هنجيب الخيط بتاعنا ونيجي في الجزء ده، الجزء اللي قبل المنتصف على طول الغرزة. هي مفيش غرزة اهو، هنجيب اخر غرزة معانا ونسحب الخيط ونرتفع سلسلتين. تمام، نعمل جنب السلسلتين دول اول عمود بالشكل ده اهو. طيب انا عايزه الم المنطقه دي فهفك تاني. خلينا ايه في السلسلتين بس. هنلف لفه كده وندخل اكننا هنعمل عمود بلفه ونطلع ونسيب الخيط معانا ونلف تاني ونروح فين بقى؟ على اول غرزه اهو اهو. هنطلع من 2 وبعدين نطلع من باقي كله اهو. تمام اهو. ونيجي مكملين شغل. يبقى انا لميت الجزئيه دي، جيت على اخر غرزه اخدتها مع النص مع اخر غرزه من الناحيه دي 3 عملتهم تناقص واشتغل اعمده بلفه فوق كل غرزه بقى عادي عمود بلفه. بعد ما نخلص السطر لو لقيتي الكم عايز يتضيق تاني بنفوت سطر ونرجع نعمل التناقص مره كمان. يعني مينفعش نعمل سطرين تناقص ورا بعض. فانا هكمل باقي السطر واجي اقفل معاكم. انا وصلت لاخر السطر، هاجي اقفل في اول عمود بلفه انا عملته طبعا بغرزه ايه منزلقه. ندخل كويس بالشكل ده كده نسحب اهو. ده كده اول سطر معانا. انا شايفه ان حجمه حلو، المحيط بتاعه كويس. فهعمل ايه؟ ارتفع سلسلتين واعمل جنبهم اول عمود واكمل شغل رايح جاي. وهرجع لكم اقول لكم انا عملت كام سطر، ولو عملت تناقص تاني هقول لكم.